آخر حاجة في صفقات النادي الأهلي الفترة الأخيرة، وهي أن أحمد رمضان بيكهام طبعًا كان جه لسه ما فيش كلام والناس ما خلصتش مع سيراميكا، بس طبعًا رئيس نادي السيراميكا محب جدًا للنادي الأهلي، فاداهم أحمد رمضان بيكهام يلعب كأس العالم معاهم. وما خدش فلوس ولا عمل عقود ولا أي حاجة، كانت إعارة فترة قصيرة كده، بس النادي الأهلي بيخلص في أحمد رمضان بيكهام مع محمد شكري الباك الشمال لسيراميكا، طبعًا باك شمال مميز وصغير في السن، وفي نفس الوقت ابن من ابناء النادي الاهلي ومتميز جدا. طيب ده هيبقى مقابل ايه؟ مقابل بيع احمد عبد القادر طبعا، زائد خالد عبد الفتاح، بس خالد عبد الفتاح عنده مشكله ان جاي له عروض من زد ومن البنك الاهلي وكذا فريق، فبيحاولوا يخلصوا في الموضوع ده، زائد طبعا اعاره سنتين لكريم الدبيس، ودي طبعا مفاجاه، بس النادي الاهلي بيقول انه يطلع كريم الدبيس الاعاره دي في مقابل ان هو يكتسب خبرات واحتكاكات اكتر، وهيرجع للنادي الاهلي فريش وحاجه قويه جدا. النادي الاهلي ما وافقش على بيعه لسيراميكا، ولكن وافق على عرضه سنتين. بلس طبعا ان احنا عارفين ان اشرف داري كان غير موفق الفتره الاخيره مع النادي الاهلي، ويمكن ما اثبتش نفسه قوي، ولكن اشرف داري جاي له عرض من كذا عرض، واحدهم من الدوري السعودي في مقابل 2 مليون دولار، والنادي الاهلي عنده موافقه مبدئيه تقريبا في الموضوع ده. طبعا اسامه ابو علي في كلام كتير ان هو يرحل للريان القطري، وبنسبه كبيره يعني اعتقد ان هو ممكن يرحل لان هو نيه اللاعب الرحيل. انما النادي الاهلي بيحاول طبعا في تدعيماته لخط الهجوم مع جراديشار ومحمد شريف في الفتره الاخيره ان هو يوصل لحد كويس، وفتح مفاوضات تاني مع مصطفى محمد، الى جانب طبعا اسد الحملاوي لعيب كويس جدا، لعيب برضه بيلعب هجوم قوي جدا. بس طبعا الفكره هنا، هل هنقدر نعوض وسام ابو علي في ظل تألقه وانسجامه مع الفريق، وان هو النجم الاوحد تقريبا للفريق؟ هنشوف الفتره الجايه، وان شاء الله النادي الاهلي دايما في القمه.